الرقم الفلكي لأحمد سيد زيزو وتصريحات إمام عاشور. بس قبل أي حاجة نصلي على النبي وتعمل لي فولو على التيك توك واشتراك على اليوتيوب ولايك وبسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا عزيزي كلنا عارفين ان عقد زيزو خلاص بينتهي واخر الموسم هيكون فري، فمن حقه يوقع على اي نادي. طبعا كلنا سمعنا كلام ابراهيم عبد الجواد وهو بيقول ان الزمالك عرض على زيزو كمجمل 60 مليون في الموسم. 60 مليون طبعا بقى بالاعلانات، هيلموا له شويه من هنا شويه من هنا، هيرستقوا له الدنيا. وزيزو عايز 100 مليون. زيزو عايز 100 مليون في الموسم، هيجدد 3 سنين ب 300 مليون في الموسم. معلش مفيش لاعب في مصر، مش زيزو بس، زيزو احسن لاعب في مصر واحسن ومن احسن اللاعيبه اللي موجوده في افريقيا، وكلنا عارفين كده، اهلاوي زملكاوي اي حد عارف كده كويس. بس مفيش لاعب في مصر بيلعب في دوري محلي في مصر مصري يستاهل 15 مليون جنيه. 15 مليون جنيه ده كتير. معلش برضه هو زيزو برضه الراجل حقه، الراجل جاي له 200 مليون في السنه، 200 مليون في السعوديه، يعني هو متنازل على 100 للزمالك، فالراجل سايب 100 مليون كده، فالراجل طالب 100، يعني قال لك انا سبت 100 وطلبت 100، فالراجل برضه حقه. بس ما 100 كتير يعني، ولا حتى 30 ولا حتى 20. يا جدعان مفيش لاعب حتى لو بيلعب اهلي وزمالك يستاهل 15 مليون جنيه. يا جدعان كان ابو تريكه وبركات وعماد متعب وعمرو زكي والناس القديمه ديت هتطلبوا له كام؟ وحازم امام كانوا ياخدوا كام؟ مليار. يا جدعان مفيش لاعب حاليا في مصر يستاهل 15 مليون جنيه، مش 20 و30 و40، مفيش. فوالله انا شايف ان زيزو يمشي، حتى لو ياخد 60 مليون كتير برضو، يعني الزمالك عرض عليه 60، يعني 60 و60 و60 180 مليون في الثلاث سنين كتير برضو. انا شايف ان زيزو يمشي في يناير والزمالك يستفاد بالخمسة 6 مليون دولار اللي هياخدوهم، وروق على الدنيا عندك وجيب لعيبه وجيب صفقات وشوف الغرامات وروق على الدنيا عندك. انت عشان تدي لعيبه عندك 60 مليون، ده هيقول اشمعنى وده يقول اشمعنى، وهتفتح لنفسك فتوح ما يعلم بها الا ربنا. فانا وجهة نظري ان زيزو يمشي والزمالك يستفاد بالمقابل المادي اللي هيجيله. والموضوع التاني يا عزيزي تصريحات امام عاشور. امام عاشور كان طالع مع شوبير فقال تصريحات كتير، بس انا ماليش دعوه غير بتصريح واحد. يعني في تصريح تاني اللي هو بتاع ان شيكابالا لما قابله وقام قايل له دونج هديله انذار تاني ومش عارف ايه. انا ما عادش عارف اصدق مين، اصدق شيكابالا اللي كان بيقول عايزني ياخد التيشيرت، ولا اصدق كهربا اللي كان بيقول انا في حته تانية يا كابتن، ولا اصدق امام؟ انا مش عارف. بس مالناش دعوه بالتصريحات دي كلها، لان بتصريح واحد، ان هو لما قابل كابتن محمود الخطيب قال له، كابتن محمود الخطيب قال له ما تخسرش جمهور الزمالك. فهو من بيقول لك انا فضلت واقف كده ببص له. فديت مش حاجه جديده على كابتن محمود الخطيب، يعني كابتن محمود الخطيب ايام زمان دي مش حاجه جديده عليه. كابتن محمود الخطيب زمان لما كان لسه بيلعب كوره في الاهلي كان ماتش هيلعبوا الزمالك، وطبعا في جمهور اهلي وزمالك، وكان حسن شحاته بيلعب في الزمالك ساعتها. فجمهور الاهلي اللي انا سمعته مسك كابتن حسن شحاته شتايم بقى بالام وبالاب، خرجوا عن التركيز خالص، يعني خرجوه بالشتايم فظيعه. فقبل ما الماتش ما يبدا كابتن محمود الخطيب قال للحكم ما تبداش الماتش، وقام اخد كابتن حسن شحاته ولف على جمهور الاهلي والزمالك عشان يهدوا الدنيا، وجمهور الاهلي يشجع الكابتن حسن شحاته ويسكتوا علشان يعرفوا يلعبوا الماتش. يعني لو واحد غير الكابتن محمود الخطيب كان ايوه الدنيا كده بالنسبه له تمام، انت تخرج والزمالك كلها عن تركيزها هنقدر نكسب مرتاح. لا ده هو كابتن محمود الخطيب اخده وراح هدى الجمهور، كانت اول مره تحصل في تاريخ الكره المصريه. بس عزيزي دول موضوعنا على السريع كنا بنتكلم فيهم، فلو انت بتشوفنا على التيك توك او على اليوتيوب اشترك واعمل لي لايك. سلام.